السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك وخواتم مباركة. إن شاء الله سوف أطل عليكم من قناتي السابقة اللي طبعا قد لها فترة حوالي عام تقريبا أو أقل شوية هكذا. كنت طبعا وقفتها هكذا، والآن أعود إن شاء الله وسوف أستمر معكم. فيها 386 عضو، وإن شاء الله يزيد العدد في الفترة القادمة. محتوى هذه القناة إن شاء الله يسعدكم ويفيدكم. أول فيديو سوف أنزله الآن وهو من الذكريات، ذكريات جميلة. طبعا أول فيديو سوف أتحدث فيه، وطبعا لأنه الآن نحن في رمضان، حدث لي في رمضان في منتصف الثمانينات، في حوالي تقريبا 1986. وكنت أشتغل في معرض ملابس، محل ملابس في تعز في شارع التحرير، وأنا واحد آخر مقطري أيضا في المغرب. طبعا رحنا للبيت حق صاحب المحل التجاري أو الملأ، فرحنا نفطر. فطرنا بسرعة بماء، ويعني بتمر وماء، وعلى طول توجهنا إلى الجامع نصلي صلاة المغرب. رحنا هكذا بسرعة يعني، وصلينا المغرب والسنة وهذا، وكلنا نشتي نرجع البيت. فأبحث عن حق الصندل، مش موجودة. هنا صندلي مش موجودة، أبحث هنا أبحث هنا، مش موجودة خالص. فقلت يلا، مشيت بدون صندل حافي، وروحت البيت على طول أنا وزميلي. عندما وصلنا البيت أشوف حق الصندل أمامي. إيش الحكاية؟ أقول له يا محمد، حق الصندل دي موجودة، إيش الكلام؟ صاحبي يشتي يضحك علي هكذا وينكت، وقال لي أنت سيبتها، رحت هكذا بدون، استعجلت وخرجت بدون حذاء بدون صندل. يقول له يا ماشي يا محمد، أنا رحت الصندل حقي. قال لا، أكيد أنت رحت حافي. يشتي يضحك وهو مستغرب أيضا، يعني أكيد يعني كلنا مستغربين إيش اللي حصل، يعني كيف حق الصندل موجودة في البيت وأنا رحت بصندل؟ دخلنا وجلسنا هكذا، فأجا ابن صاحب البيت اللي هو ابن التاجر، طبعا كان نزل من صنعاء في العصر، يعني في عصر اليوم هذيك. وأنا تفاجأ نسلم عليه، إيش اللي حصل؟ فكلمناه بالحكاية يعني. فقال أنا رحت الجامع أيضا وصليت وخرجت أبحث عن حق الصندل، مش موجودة، فشليت صندل، أخذت صندل اللي أمامي ومشيت على طول وروح. قلنا خلاص هذه الصندل هي حقي. هذه من الحاجات الغريبة طبعا.